السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ بعد السلام والتحية، وقبل ما نبدأ حلقتنا العاشرة والأخيرة من مسلسل إقامة جبرية، ما تنسوش تحطوا لايك جميل للفيديو ده وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو ما شفتوش الحلقات اللي قبل كده هسيبها لكم في صندوق الوصف الحلقات كاملة. وتبدأ حلقتنا بسلمى وهي بتقول لدينا ايه اللي دخلك هنا. بتقول لها مين ده يا سلمى؟ ده شريف انتيمك وحبيبك. فقالت لها اه فعلا هو. قالت لها انت ازاي عملتي كده؟ انت مش قلت لنا ان هو غرق في البحر؟ هو ما غرقش، معقوله انت اللي قتلتيه؟ انت اللي عملتي كده؟ قالت لها ايوه انا عملت كده، انت بتعرفيش هو عمل ايه؟ قالت لها عمل ايه؟ انت قتلتي بني ادم؟ قالت لها ايوه هو عمل زي ما كلهم عملوا. هو سابني رغم ان هو قال لي ان هو عمره ما هيسيبني وانه هيفضل معايا، لكن عمل زيهم بالظبط وسابني. انا ما اعرفش ليه ما حدش بيكمل معايا وليه ما فيش حد بيحبني، مع ان انت فاكره انا عملت له ايه؟ انا غيرت نفسي عشانه وعملت كل حاجه علشانه، لكن برضه كان عايز يسيبني. فقالت لها لا انت اكيد مجنونه. قالت لها لا يا دينا، بس انت بتحبيني، انت صاحبتي وبتحبيني مش كده؟ قالت لها انا مش عارفه اقول لك ايه، انت اكيد اتجننتي، انا لازم امشي. قالت لها لا انت مش هتمشي غير لما تسمعيني الاول. لكن لما اصرت ان هي تمشي خبطت على دماغها فوقعت في الارض. في الوقت ده البوليس راح عند سلمى الشقة وقعد يدور عليها لكن ما لقاش حد. وهي في وقتها كانت قاعدة بتتكلم مع دينا بعد ما كانت ربطاها، ودينا كان مغمى عليها على الكرسي. بقت هي قاعدة تتكلم معاها وتقول لها انت صاحبتي الوحيدة، انا ماليش صاحبة غيرك، انت اهم حاجة عندي، انا بحبك بجد. انت اصلا كان عينك من موسى، لكن انا ما اذيتكيش وما كنتش اقدر اذيكي لان انا بحبك، انت الانسانة الوحيدة اللي انا ما اذيتهاش، لكن انت اللي اصريتي، انت اللي عملتي حاجة ما كانش ينفع تعمليها. بعد كده قعدت تقول لها معلش عشان خاطر ما تزعليش مني، كل حاجه هتبقى كويسه بعد كده. وقتها مامة دينا كانت قاعده قلقانه عليها وعماله تقول لاختها هدى اتصل عليها كده تاني، تقول لها دي بتكنسل، ممكن تكون مشغوله ولا ما تفضل هتكلمك. قالت لها لا دي هي قالت لي انها هتروح عند سلمى ساعه وبقى لها ساعات كتير ولا اتصلت ولا اي حاجه. طب جربي تاني، وكل ما تجرب برضه بتكنسلها. وبعد كده لقيت التليفون مقفول. قالت لها شفتي بقى، هي اكيد لما هتفضل هتكلمك. وقتها كان مختار قاعد مع موسى وبيتكلموا مع بعض، فجأة لقى مامته داخلة فراح بسرعة واتخض عليها وقال لها ايه اللي جابك، ايه اللي خرجك من المستشفى؟ قالت له كان لازم اخرج. فمختار قال له طب انا همشي دلوقتي وابقى اجيلك بعدين. قعد يتكلم معاها وقال لها انت ليه ما قلتليش ان انا ليه عم، ليه سبتيني السنين دي كلها؟ وقعد يضغط عليها. فقالت له عشان عمك كان تاجر مخدرات وانا كنت عايزة ابعدك عنه وعن فلوسه الحرام وعن حياته، كنت خايفة عليك ان انت يجرك لسكته. قال لها هي دي المشكله الاساسيه، ان انت طول الوقت خايفه عليا، خايفه عليا من كل حاجه، ما اعرفش امتى مش هتخافي عليا. قالت له اي ام مكاني كانت هتعمل كده برضه. قال لها لا انت بتخافي عليا في كل حاجه، ناسيه ان انا ممكن يكون ليا قرار اعمل ايه اكتر من ان انا بقيت بطل العالم في لعبتي وفاتح شركه خاصه بيا. انت دايما شايفاني عيل صغير. وبدا يضغط عليها في الكلام وقال لها انت عارفه انا ليه بحب سلمى؟ سلمى انا بحبها جدا لان هي اكتر واحده حبتني. قالت له هي اكتر واحده حبتك؟ قال لها ايوه، يكفي ان هي كانت بتسمعني وكانت بتعمل كل حاجه تبسطني عشان فعلا بتحبني، هي اللي حسستني ان انا راجل وان انا ليا كلمه. فبدا يضغط عليها فقالت له يعني انا ما بعملش معاك كده. في الاخر ضغط وسابها ومشي. راح المكتب بتاعه وكان قاعد لوحده وحاول يتصل بسلمى لكن ما ردتش. في الوقت ده عايدة هي كمان اتصلت بيه وهو ما ردش عليها، فاتصلت بعز وقالت له الحقني يا عز، آه، موسى رغم كل اللي احنا قلناه لكن بيحب سلمى وبرضه مصر ان هو يكمل معاها، انا مش عارفة اعمل ايه. هي هربت ومحدش لاقيها وانا خايفة يحصل له اي حاجة او تعمل فيه اي حاجة. قال لها طيب ما تقلقيش انا هتصرف. بعد كده راح فعلا المكتب عند موسى وقال له هو المكان ده حتى شغلي عرفته. فقال له يا موسى انت ليه بتعمل كده وانا خايفه عليك؟ موسى قال له انا ليه عندك سؤال واحد بس، هو انا ابويا كان راجل كويس ولا لا؟ قال له ابوك كان كويس جدا وكان بيحبك قوي، وكان اكتر يوم بيحبه هو اليوم اللي انت جيت فيه، وكان طيب وحنين جدا، ويمكن انا اصلا السبب في ان مامتك وباباك ما سابوا بعض بسبب اللي كنت بعمله. قال له انت كنت ايه؟ قال له انا كنت شيطان وكانت
كانت الدنيا سرقاني وعملت حاجات كتير وحشه، لكن ربنا خد مني حاجات كتير، ودلوقتي انا ما بقتش اعمل اي حاجه من دي، وربنا عاقبني خلاص، ونفسي ان انت تبقى ظهر وسند ليا وان انت تبقى موجود. قال له لا، بقول لك ايه، انت ما كنتش موجود في حياتي السنين اللي فاتت دي كلها، وموضوع ان امي كانت منعاك ده ما كانش سبب كافي. قال له انا عارف انت عندك حق في كل حاجه بتقولها، لكن انا كمان لي حق عليك، ومن حقي ان انا اخاف عليك. قال له طب انت عارف ان سلمى هربانه ومش لاقيينها، وعارف كمان ان مامتها عايشه مش ميته ولا حاجه، وهي اللي قتلت ابوها، وعشان كده مسجونه بسبب ان امها قتلت ابوها. فساعتها اتفاجئ موسى وحس ان هو متلخبط على الاخر. ومامة دينا كانت قاعده قلقانه عليها، واختها بتحاول ان هي تهديها، وفجاه الباب خبط ولقيت مختار جه، فقالت له ايوه تعالى، دينا بتكلمني عنك كتير. فقال لها انا كنت حاسس بس ان انت زعلان مني، وانا كنت جاي بس عشان اصالحها. قالت له دينا مش هنا، قالت ان هي رايحه لسلمى ولغايه دلوقتي ما جاتش وتليفونها مقفول. قال لها طب جربتي تكلمي على سلمى؟ ففعلا اتصلت بيها عند سلمى، وسلمى ردت عليها وقالت لها لا، دي دينا ما جاتليش وانا ما شفتهاش، وحتى بكلمها تليفونها مقفول، انت قلقتيني كده يا طنط عليها. قالت لها طب يا سلمى لو جاتلك اي وقت ارجوكي طمنيني عليها. قالت لها حاضر ماشي. قفلت معاها واتصلت بعد كده على موسى. فموسى قال لها ايوه، ايوه يا سلمى، ايه الرقم اللي انت بتتكلمي منه ده؟ انا بكلمك تليفونك مقفول. قالت له معلش اصلا انا تليفوني فصل شحن وبكلمك من ده. قال لها طيب انا عايزه اشوفك، انت ما بعتليش اللوكيشن ليه؟ قالت له طب انا هشحن التليفون وابعته لك دلوقتي وهستناك. قال لها ماشي. كان فعلا رايح لها، وعايده اتصلت بيه فرد عليها وهو ماشي على اللوكيشن، وقالت له ايوه يا ابني انت فين؟ قال لها يا ماما انا في مشوار كده. قالت له يعني مشوار ايه؟ قال لها هقول لك بعدين مش دلوقتي، بس ما تقلقيش عليا، وعموما انا عرفت كل حاجه وحقك عليا ما تزعليش مني، انا بحبك قوي. قالت له انا كمان بحبك وعارفه انت بتحبيني قد ايه. فقال لها طيب انا هخلص المشوار ده واكلمك. حاولت تعرف منه لكن هو مرضيش يقول لها وقفل معاها. بعد كده كلم سلمى وقال لها انا واقف دلوقتي قدام البوابه. فقالت له طيب انزل افتحها وخش اركن العربيه جوه. فعلا دخل وبدأ يبص على الشقة ويقول لها حلوة الشقة دي، دي بتاعتك؟ فقالت له اه دي بتاعت ماما وبابا اللي كنت عايشة معاهم الله يرحمهم وانا صغيرة، لكن بعد كده انا اتنقلت في شقة تانية. فقال لها وانت متأكدة بقى ان هم الله يرحمهم فعلا؟ فقالت له انت تقصد ايه؟ قال لها انت عارفة كويس انا قصدي ايه. فقالت له بصي يا موسى انا عارفة ان في كلام كتير وحش وكلام غريب اتقالك عني الفترة اللي فاتت، بس ما تصدقش اي حاجة. قال لها خلاص انا جايه عشان اسمع منك انت، احكي لي انت بقى وقولي لي ايه الحقيقه. قالت له الحقيقه ان انا بحبك وبحبك جدا وما اقدرش استغنى عنك، وسيبك من اي حاجه بتتقال. فقال لها المشكله ان انا كمان بحبك وبموت فيكي، لكن وبعدين بقى يا ترى انت متوقعه ايه اللي هيحصل بعد كده؟ قالت له نتجوز، مش انت قلت لي ان احنا هنتجوز؟ قال لها اه، بعد ما نتجوز بقى هتعملي فيا ايه؟ هتقتليني زي جوزك اللي قتلتيه، ولا هتعملي فيا زي كريم، ولا هتفكري لي بقى في حاجه جديده خالص تعمليها فيا؟ قالت له لا ما تقولش كده، انا بحبك جدا وانت غيرهم كلهم. وقعدت تحاول ان هي تترجاه ان هو ينسى اي حاجه وحشه. وقالت له طيب بص تعالى ان احنا نسافر، تعالى شوف اي بلد انت نفسك فيها، نسافر ونبدا حياه جديده انا وانت لوحدنا، مفيش اي حد معانا، انا مش عايزه اي حاجه من الدنيا غيرك. وقعدت تترجاه ان هو ما يسيبهاش ابدا. فقالت له انت متعرفش انا كنت عامله ازاي، دول اذوني ووجعوني، انت متعرفش هم عملوا فيا ايه، انا ما كنتش بنام لغايه ما عرفتك وقابلتك وحبيتك، ارجوك اوعى تسيبني. ساعتها هو حضنها وقال لها انا كمان بحبك. فهي اتبسطت وارتاحت ان هو حضنها. بعد كده قال لها انا اسف ما تزعليش مني. وفي الوقت ده دخل البوليس ومسكوا سلمى. ووقتها كان مختار وعايدة جم على نفس المكان، وبدأت عايدة كانت واقفة معاها، وسلمى طبعا بص عليهم وكانت هتتجنن جدا. في الوقت ده مختار كان هو والبوليس بيشوفوا المكان، ولقى طبعا دينا كانت مربوطة، ففكها وطلبوا لها الإسعاف وجت خدتها. السجانة خدت سلمى على الحبس الانفرادي، وكانت سلمى خايفة جدا وهي في الحبس الانفرادي لوحدها. وفي نفس الوقت ده كانت سجانة تانية بتاخد رباب علشان خاطر تخلي طرف علشان تطلع
من الحبس بتاعها، والسجانة قالت لها يعني عملتي ايه لما ضاع من عمرك 25 سنة ما كنت سبتيه بدل ما انت قتلتيه. فافتكرت لما كانت بتتخانق هي وجوزها وعمال يقول لها هو انت لازم تتضربي كل يوم، وهي تقول له انا خلاص زهقت منك، ويقول لها لا شكلك بتحبي الضرب، وبيتخانق معاها وبيضربها كالعادة. فساعتها دخلت سلمى وهي صغيرة ومعاها سكينة وغزته بيها من ورا، والراجل فعلا وقع ميت. ساعتها صعبت عليها مامتها، ومامتها راحت ومسكت السكينة عشان يبقى عليها بصماتها، وفادت بنتها وضيعت عمرها علشانها. ساعتها افتكرت كل ده وقعدت تعيط، وكان صعبان عليها نفسها جدا. وفي نفس الوقت ده دخلت السجانة على سلمى في الحبس، ولكن اتفاجئت وطلعت تجري لما لقيت ان سلمى شنقة نفسها في الحبس الانفرادي. وبكده خلص المسلسل بتاعنا، وسلمى خدت جزاها على كل اللي عملته. ولو عجبكم المسلسل قولوا لنا في الكومنتات ايه تعليقكم، واشوفكم على خير في المسلسل الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله.